في ماتش كورة. صباح الفل. ماشي. الأخبار عاملين إيه؟ كله تمام؟ أنا في الحسين أو الشارع المعز، وجيت النهاردة علشان عيد ميلاد علي قنديل النهاردة، وهو عامله في الربع أو الربع، مش عارف بالظبط اسمه إيه. صباح الفل. بس المفروض ان انا عارفه ان هو اخر الشارع ده شمال، فاول ما اوصل بقى نبتدي ايه الاحتفاليات وكلام تاني. انت جايبنا هنا تخطفنا عالي ولا ايه؟ وصلنا. لا لا دي الرابعة. متأخر ولا ايه؟ جدا. انت فاتك وانا بحث. ايه؟ النهارده فوتك انا وانا بحث. انتوا الريتم بتاعكم؟ اول بريك لسه. في تاني لسه هقسم تاني. لا محدش هيبوظ الحفله غيري. لسه مطلع الحلقة والله بتاعتك. يا طلعت اونلاين موجودة اوريدي، ممكن تشوفها اونلاين دلوقتي. عاملة ايه؟ انا عايز حد يحكي لي ايه الورق ده. احنا ممكن نبقى نسمعها؟ ايه بقى؟ هاي، عاملة ايه؟ أنا حلوة الحمد لله، كله حلو. انا دايما. قولي دي لي. استمارة حملة عايز مسرح اللي عملها علي قنديل. اوكي. طالبين من الدولة لمدة 3 سنين مسرح محظور تماما متهالك، واحنا هنرممه من أول وجديد from A to Z. وده عيد ميلاد علي يا جماعة. احتفلوا بإيه علشان التراك اللي هي عاملاه ده حلو جدا، بس وعايزين كده نقول استمارات. اوكي. انا طبعا انا عارف، بس بنتكلم عشان الناس تفهم. اكيد. النهارده عيد ميلاد علي قنديل، وهو مدخل فيه الموضوع الايفنت بتاع عايز مسرح، هاشتاج عايز مسرح. يا ريت تتابعوا الهاشتاج على تويتر، هتتبسطوا جدا بيه وهتلاقوا الابديت على طول يعني. كده او كده عملوا لينك او بيج او حاجه زي كده. نعمل له اوريدي بيج اسمها عايز مسرح. خلاص انا البيج دي هعمل لها لينك تحت علشان تعرفوا تفاوضوا. عامله بقى. باي.
صبح عليها المره اللي بعديها وتستمر. وكل سنه وانت طيب يا قنديل. ده اول عيد ميلاد معالي يا قنديل. كل سنه طيب. كل سنه طيب يا قنديل. كل سنه طيب يا علي. كل سنه طيب يا علي. كل سنه طيب يا علي. كل سنه طيب يا علوه. كل سنه طيب يا علي. رمضان كريم يا علي. كل سنه وانت طيب يا علي، ويعني يا رب ما يكونش ال 30 سنه دي مأثره عليك نفسيا. واحد اثنين ثلاثه هوبا. ايه رايكم في اللي بيحصل النهارده؟ كويس جدا، اتبسطت جدا. طب ايه الفكره اللي وصلت لكم اليوم بتاع النهارده؟ فعلا في مواهب تستاهل ان هم يبقى عندهم. وغير كده كمان شباب زي الفل جدا ولذاذ جدا ودمهم خفيف. بس احنا اتبسطنا، يعني احنا ما كناش جايين لهدف معين، فجأة قعدنا وضحكنا شباب زي الفل، وربنا يكرمهم ان شاء الله خير وهيلاقوا كل حد يساعدهم ان شاء الله. ميرسي جدا. نايس دانس. باي باي. كمان كنت بحب اتفرج على قناه لان التلفزيون واضواء المدينه اللي بيجي في اولها فقره فنون شعبيه. في الوقت ده كان بيجي وقت الفرحه بتاعتي. يركبني متهم ويديجي الخلا الواسع. ايه صوت كده هادي قال له علي في ناس بس عشان تتاخر دلوقتي. فانا طبعا انا متراب عشان انت قاعده. انا كده روحت يعني ولقيته دخل وعادي وما نداش برضه. انا كاتب بس الفكره ان الحياه في المال في المسرح يمحي الذكرى. لو الجوه فاهم فن اصبح فينا كذبه بعيد عن الخيال تحقق حلمك. لا انسى الحلم اصبح فينا محارب وقتي. دلوقتي احنا هنرتجل لمدة دقيقة على تراك مزيكا. كل اتنين هيطلعوا يقولوا او هيمثلوا مشهد.
ايه الاخبار؟ كله تمام؟ قول لي انت ايه اللي بيحصل النهارده؟ النهارده عيد ميلادي وانا عايز مسرح، فحاولت ان انا يبقى في طالما في مكان في ستيج او في خشبه مسرح يبقى كل اللي عايز يجيب لي هدايا بدل ما يجيب يا بنت بدل ما يجيب هدايا ويكلف نفسه يطلع على الستيج يقدم موهبته او يجي يتفرج على مواهب ثانيه. واليوم النهارده كان حلو جدا الحمد لله. يا رب اتبسطت، الناس عرفوا يبسطوني فعلا وانا كنت محتاج ده بصراحه بقالي كتير. اينو بياكل زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، وهي ليست زيارته الاولى الى مصر وعارف انها بلده الثاني. على فكره ممكن تمضغ وتبربش في نفس الوقت عادي. حبيبي ماشي. فكره عايز مسرح دي معموله للستاند اب كوميدي بس؟ لا يا معلم، ده لاي حد عايز مسرح، عايز اعمل مهرجانات لفرق الجامعه اللي مش لاقي مكان تعرض فيه ولا مكان تعمل فيه خروجات، يبقى في ورش للتعليم والتدريب على فلوس كتير من آلات موسيقيه ورسم بانواعه والحاجات دي كلها. يبقى في المهرجانات نفسها، يبقى فيها مهرجانات لمسرح الطفل ومسرح العرايس ومسرح، يبقى الاسره ليها مكان بدل ما الاسره المصريه بتنزل تروح مول وتتمشى في مول او في جنينه. لا تعالى معلم مسرح زي ما كنا زمان بنشوف ابهاتنا وامهاتنا واحنا صغيرين. الخطوه اللي جايه مهرجان اسمه مهرجان عايز مسرح. ده يبقى مهرجان شعاره 600 ثانيه، المواهب بتطلع على الستيج في 600 ثانيه او في 5 دقائق يعني بتقدم موهبتها. وهيبقى فيه مش لجنه تحكيم قد ما هي لجنه راي او نصيحه. لا هيبقى مهرجان قوي ان شاء الله. يعني خلال اسبوع كنت اعلن عنه بس مستني اشوف الامتحانات الميد ترم دي انا معطلانه بس. انا عايز اعرفكم ان دينا اصلا كانت بتعمل معايا انترفيو فجاه كده، فانا قلت اقلب الدنيا وبقيت انا بقى انترفيو. دينا بجد عايز اقعد اتكلم معاكي شويه تحت. يا عامله ايه؟ انا حلو الحمد لله كل حاجه جميل. بس دينا بجد انا عايز اعرف حاجه. دينا دايما لما يبقى في اي ايفنت كبير او حاجه تقدر يعني مع علي انديل دايما بلاقي دينا، بس انا ما اعرفش دينا بتعمل ايه بالظبط. دينا بتعمل ايه؟ دينا مصوره مع مصر سينما وبتشتغل اسيستنت بروديوسر المفروض، بس حاليا متوقفه لاسباب كتير، وغير كده اصلا انا فعلا. انت عايز ايه؟ يا جماعه بيسرق الولاعات مننا كل يوم، بياخد مننا ولاعه مش عارفه. اديتيها يعني مش عارف. انا عايز اصور طب بصي انا خدت منك ولاعات قبل كده؟ لا ما خدتش منك ولاعات. هي قصيدة رومانسية أرثوذكسية. تقول لك إيه؟ حبي ليكي مش هيموت، هنعمل كمان يوم. حبي ليكي مش هيغيب، إيه ده؟ باسم الصليب. اتكلم عني يا حبيبي أهو. عيد ميلادي ال30. انا حاسس ان انا بقى عندي 45 سنه. هاشتاج عايز مسرح. هتحط الحاجات فين يا طه؟ في العربيه. كل سنه وانت طيب يا علي. انا بحب الراجل ده فشخ. انا كمان جدا بحبه جدا جدا جدا. مساء الخير، انا مبسوط قوي النهارده ان انا في عيد ميلاد علي انديل، وفعلا بقول له كل سنه وانت طيب. هاشتاج عايز مسرح. يلا صباح الفل. علي انديل هنفطر فين؟ ايه؟ هنفطر فين؟ مش هتصدق والله ما اعرف. انت واحمد السقا تعالى نفس اليوم. ميلانو، انت تعرف انا بدور عليك بقالي قد ايه؟ انت تعرف ان انا اصلا بدور عليك الاول عشان شفت كل الفيديوهات بتاعتك بتاعت علي انديل. انا مصوره بحرفيه جميله جدا. الله يخليك. انت عارف بقى الفكره ايه؟ ياسمين وادي كل ما اروح ايفنت بتقولي دور على ميلانو وسلم لي عليه او مصور ومش عارف ايه، وبفضل ادور عليك وبتلخبط دايما. لا بس عشان انا بس حالق شويه فتلاقيني انا شعري ما بيكبر بقى معروف ميلانو بشعر حبيبي. هتعور روحك حبيبي ربنا يخليك. بعد ما سهرنا وانبسطنا واحتفلنا بعلي انديل لان النهارده عيد ميلاده، سهرنا في وسط البلد والنهارده كان يوم جميل جدا. انا سعيد جدا. سعيد جدا اتعرفت عليك. ثانك يو حبيبي. على فكره هو من اسماعيليه وانا بحب اسماعيليه جدا وبحب كل حد. انا عايز مسرح. ها وانا كمان عايز مسرح. وانا عاوز مسرح والنبي. اللي عايز مسرح يقول هنا يا جماعه. اللي عايز مسرح عايز مسرح. هاشتاج عايز مسرح.
تهامي بيقول ان المترو شغال فاحنا يا محمود الساعه دلوقتي 6 الا تلت. عايز مسرح. يلا بينا. انا معاك يا جماعه. ايه؟ اوكي. زومبي. لما اوصل معاك هنلاقي حد هناك. انا عارف ده هو مهندس هيعدي. يلا يلا نسلم على بعض. عثمان طه ده علي. باي يا كاس. باي حبيبي حبيبي بجد والله بجد مبسوط اني شفتك النهارده. سلام يا زميلي. يا لها من فوق ما تبصش للكاس. يا لها من فوق. غير من تحت. شفت بقى. هم رايحين معادي وانا رايح الهرم عشان اديت الحلقه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. محمود انت ايه؟ خلاص يا احنا البوك الدنيا فين؟ باي باي يا طب تعالوا هنا عشان نقعد. تعالوا هنا عشان نقعد. انا قعدت اهو. عليكم السلام. تعالى تعالى هاشتاج عايز مسرح. السلام عليكم. بس يا سيدي. الحمد لله روحنا اهو والدنيا جميله وكل حاجه. انا عايز اقول لكم ان النهارده عيد ميلاد علي قنديل كان جامد جدا والله. يعني انا ضحكت ضحك وتقريبا كل اللي كانوا موجودين في عيد الميلاد النهارده يعني ضحكوا جدا وانبسطوا جدا. وعلي قنديل يعني كان دمه زي العسل يعني. المهم كل سنه وانت طيب يا علي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك في حمله عايز مسرح. ان شاء الله النهارده كان يبقى يوم ظريف. اقول لكم تصبحوا على خير وان شاء الله اشوفكم تاني قريب. و حبايب